ماشي. المحاسبه الماليه، هبدا معاكم في المحاسبه الماليه طبقا للفيديوهات اللي نزلتها الجامعه، وبعد كده هنحاول نلقط كام حاجه من الكتاب. لكن دلوقتي اللي احنا ملتزمين بيه فيديوهات بتاع السنه اللي فاتت، وغالبا منهج المحاسبه الماليه معادله معاهد 2023 هي زي ايه؟ زي السنه اللي فاتت. تمام؟ تمام. هبدا معاكم بحاجه اسمها معادله الميزانيه او معادله المركز المالي. طيب قائمه المركز المالي في المعادله، قائمه مركز المالي. القائمه دي بتتعمل امتى؟ لو سالتك قلت لك القائمه دي بتتعمل امتى هتقول لي امتى؟ تمام، اللي هو يوم كام؟ 31/12. يعني القائمه دي بتتعمل يوم 31/12 اللي هو اخر ايه؟ السنه. ماشي، او الفتره. تمام؟ تمام. القائمه دي يا شباب بتتكون من 3 حاجات. ايه هما؟ اصول وخصوم وحقوق ملكيه. طبعا انا هقول لك كل كلمه في الاصول والخصوم وحقوق الملكيه. ادي الاصول والخصوم. الخط طبعا زفت، مش كده؟ عادي. الاصول والخصوم وحقوق الملكيه. الاصول هقول لك طبعا كل كلمه بالتفصيل في قائمه المركز المالي. القائمه دي لها اسم تاني، الميزانيه العموميه، عندك الانجليزي البالانس شيت. الاصول، ايه هي الاصول؟ تعريف الاصول هي الموارد الاقتصاديه التي تمتلكها المنشاه وتتوقع الاستفاده منها في المستقبل. ممكن تجي لك النقطه دي نظرا في الامتحان، جت على ايامي، جت في 2021. ايه هي الاصول؟ لو سالتك قلت لك ايه هي الاصول؟ طبعا انا كاتب لك الكلام ده، هي الموارد الاقتصاديه التي تمتلكها المنشاه وتتوقع الاستفاده منها في المستقبل. كده انتوا فهمتوا يعني ايه الاصول؟ هقول لك الاصول زي ايه دلوقتي، بس تعريف الاصول هي الموارد الاقتصاديه التي تمتلكها المنشاه وتتوقع الاستفاده منها في المستقبل. تمام؟ تمام. طيب الاصول يا شباب زي ايه؟ حد كده يقول الاصول زي ايه؟ او الاصول بتنقسم لايه؟ اصول ثابته ومتداوله. تمام. ثابت ومتداول. اصول ثابته واصول متداوله واصول غير ملموسه. لو قلت لحد كده، حد سالك قال لك يعني ايه الاصول؟ قلت له اصول ثابته واصول متداوله. لو انت في الانترفيو اقول لك اطلع يد من هنا. ملموسه وغير ملموسه. بالظبط كده، اصول ملموسه واصول غير ملموسه. قلت له الاصول الملموسه زي ايه؟ والاصول غير ملموسه زي ايه؟ طب انت هنا كاتب الاصول ثابته واصول متداوله، انا ملتزم بالكلام المكتوب ايه؟ المتداول المكتوب في الملازم والكتب واللي هتمتحن فيه ان شاء الله يعني. فانا كاتب لك اصول ثابته، اصول متداوله، اصول غير ملموسه. هنبدا في اول نوع الا وهو الاصول الايه؟ الاصول الثابته. اكتب هنا عيش. تمام. الاصول الثابته. ايه هي الاصول الثابته؟ الاصول الثابته هي الاصول التي تشترى بهدف اعاده بيعها، لا بهدف استخدامها في النشاط بتاعي. يعني انا بجيب الحاجه عشان ازود النشاط بتاعي. جايب الكراسي دي مش عشان ابيعها، لا عشان المكان بتاعي هنا. فالاصول الثابته دي اصول بتقعد عندي اكتر من فتره محاسبيه، حاجه بتقعد عندي اكتر من سنه. تمام؟ يبقى الاصول الثابته هي الاصول التي تشترى بهدف الاستخدام في مزاولة النشاط. وليس إعادة بيعها. والأصول دي طبعا بتقعد عندي إيه؟ أكتر من سنة، يعني بتقعد عندي أكتر من فترة محاسبية. يعني أنا مش جايب آلات للمصنع بتاعي عشان أبيعها، مش جايب معدات عشان أبيعها، مش جايب سيارات لتنقل البضائع بتاعتي عشان أبيعها. فالحاجات دي بتقعد عندي إيه؟ بتقعد عندي أكتر من فترة محاسبية. في ملحوظة بس مش هقول لك عليها دلوقتي، هقول لك عليها قدام. أنت كده فهمت يعني إيه الأصول الثابتة؟ الأصول الثابتة دي يا شباب هي الأصول التي تشترى بهدف الاستخدام في النشاط وليس إعادة بيعها. بتقعد عندي إيه؟ بتقعد عندي أكتر من فترة محاسبية. يعني مش يوم وهبيعها، مش يومين وهبيعها. عكس أصول هقولها دلوقتي.
بس احنا خلينا دلوقتي في الايه؟ في الاصول الثابته، هي الاصول الايه؟ هي الاصول بهدف الاستخدام في النشاط وليس اعاده بيع، وبتقعد عندي كام؟ اكثر من سنه، تمام؟ اللي هو سنتين 3، تمام؟ تمام. طيب احنا كده خدنا الاصول، يعني ايه الاصول؟ ممكن يجي لك نقطه في الامتحان يقول لك هي الاصول التي تشتغل بهدف الاستخدام في النشاط وليس اعاده بيعها. تقول لي الاصول الثابته، تمام؟ تمام. السؤال بقى اصول ثابته زي ايه؟ زي ايه؟ طيب قولوا كده. مباني. ماشي. نور عقربة. عقارات. ودي مكونة من ايه؟ مكونة من مكونة من ايه؟ مكونة من أراضي عليها مبنى. تمام كده؟ تمام. العقار ده اللي احنا قاعدين فيه ده برضه على ايه؟ مبنى. تمام؟ فأول حاجة ايه؟ تاني حاجة معدات. ها؟ سيارات. تمام؟ آلات. أساس. معدات. عندكم حاجة تانية؟ عدد وأدوات. أجهزة الكمبيوتر. دي أصول إيه؟ أنا مش هتكلم عن الكمبيوتر، أنا مش هجيبه دلوقتي وهبيعه تاني يوم. تمام؟ طيب كده انتوا فهمتوا ايه الاصول الثابته؟ لو سالتك احنا طبعا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن قائمه المركز المالي، لها اسم تاني الميزانيه العموميه. دي طبعا قلت لك بتتعمل امتى؟ بتتعمل في نهايه الفتره المحاسبيه، نهايه السنه اللي هي يوم كام؟ يوم 31/12. وعايزك تاخد بالك قوي من الحته دي، بتتعمل امتى القائمه دي؟ يوم 31/12. القائمه دي بتتكون من 3 حاجات: الاصول والخصوم والحقوق الملكيه. طبعا احنا قلنا الاصول ايه هي؟ تمام. اصول ثابته واصول متداوله واصول غير ملموسه، يعني حاجه مش بشوفها، اصول معنويه. اصول معنويه. طيب دخلنا في الاصول وقلنا ايه هي الاصول؟ لا ثواني، احنا قلنا الاصول، تعرف الاصول الاول هي المراكز الاقتصاديه التي تمتلكها المنشاه وتتوقع الاستفاده منها في المستقبل. تمام. ودخلنا في الاصول الايه؟ الثابته. قلت لك الاصول الثابته هي الاصول وليس عادي. طب بتقعد عندي؟ تمام. وقلت لك زي ايه؟ احنا خدنا كده اول حاجه الاصول الايه؟ هناخد تاني حاجه اسمها الاصول المتداوله. نكتبها في الحته دي. طبعا في البدايه مش هنبقى ننظم، بس ايه ان شاء الله ننظم كده مع بعض يعني. الاصول المتداوله. في المحاسبه بتلاقي مش كل حاجه. سؤال تاني بس في سؤال، مش الاصول الثابته ممكن برضه نقول هي الاصول التي اسعى تحويل لها. بس خلينا في الحاجه الموجوده عندنا. انا فاهم كلامي. تمام؟ تمام. طيب احنا خدنا الاصول الثابته. طبعا في المحاسبه هتلاقي ايه؟ كل حاجه وعكسها. اصول ثابته هتلاقي عكس الاصول المتداوله، المدين عكسه تاني وهكذا. تمام؟ طيب الاصول المتداوله. ايه هي الاصول المتداوله؟ الاصول المتداوله هي الاصول اللي بجيبها عشان ابيعها. اصول بجيبها عشان ابيعها، لكن الاصول دي بجيبها عشان ايه؟ ازود النشاط، استخدمها في المنشاه. عكسها الاصول المتداوله هي الاصول التي تشترى بهدف الاداره اللي هو هيجب فيها واعاده بيعها. تاني حاجه هي الاصول التي تشترى بهدف الاتجاه فيها هي الرسوم اللي هتبقى فيها وإعادة بيعها. تاني حاجة الأصول المتداولة دي يا شباب تتوقع تحقيق قيمتها في مدة أكثر من سنة، صح؟ أقل من سنة. يعني خلال 12 شهر تبقى يتوقع
تحقيق قيمتها في مدة أقل من سنة أو 12 شهر. تمام؟ تمام. هي الأصول اللي بجيبها عشان أبيعها مش عشان أستخدمها في مزاولة النشاط بتاع المنشأة. تمام؟ والأصول دي بتوقع تحقيق قيمتها خلال مدة إيه؟ 12 شهر. تمام؟ يعني سهل إنها تتسيل تجيب لي فلوس. النقطة اللي كان يحيى بيقولها اللي مسؤول في الموبايل سهل. بالعمل التكليف. بس مش عارف اظبط، عايز اصور البتاع من هنا. سهل انها تتسيل يعني تجيب لي فلوس في مده اقل من ايه؟ من سنه. انت دلوقتي كده لو قلت لك زي ايه؟ هتقول لي زي ايه؟ الرسوم بتتعمل زي ايه؟ حاجه داخله وطالعه. البضاعه انت ممكن تدخل مثلا مكان سوبر ماركت مثلا تجيب منه علبه زبادي تلاقي انتاج ايه؟ اليوم. مش ممكن تجيب علبه زبادي تلاقي انتاج اليوم. فالبضاعه دي على طول داخله طالعه. تمام؟ حاجه متداوله بتحقق قيمتها ايه؟ على طول في مده اقل من 12 شهر. طيب لو قلت لك زي ايه؟ قلت طبعا البضاعه. البضاعه. طيب. لو كان بس ده قدام شويه، لو كان جايب لك بضاعتين، بضاعه اول المده وبضاعه ايه؟ اخر المده. انا اخد معايا في الميزانيه انهي بضاعه فيهم؟ بضاعه اول ولا بضاعه اخر؟ اخر. طب ليه ما اخدش معايا بضاعه اول؟ عشان في تغيرات حصلت. عشان في ايه؟ تغيرات حصلت عامة. تمام. ايه تاني؟ ليه ما اخدش بضاعه اول المده معايا؟ هي البضاعه دي ممكن يحصل تعديلات لان انا بعمل قائمه المركز المالي امتى؟ 31/12. فبضاعه اول المده دي بالتاكيد ايه؟ اتباعت. دي بضاعه اول المده، بضاعه 1/1 دي اتباعت ولا ايه؟ الموجود عندي في المخزن بضاعه اخر المده اللي هي 31/12. فدي اللي باخدها. فهمتوا ليه ولا لا؟ كلكم فهمتوها؟ طب فهمتوها ايه؟ فهمتوها ازاي؟ او ايه اللي فهمتوها؟ الحاجة اللي بتيجي الأول بتتباع في الأول. لا أول دي بتبقى في أول عشان السنة كده دي بتبقى بتبقى مركز المالي طيب بيبقى في نهاية في معادله انتوا هتاخدوها ان شاء الله هتكمل معاكم جدا بس هي مش عليكم دلوقتي. بيقول لك اول زائد خلال بيساوي اخر ناقص المباع. لا زائد المباع. يعني اول زائد خلال بيساوي اخر زائد المباع. دي هناخدها وهتكمل معاك بس مش علينا دلوقتي. خلاص ما اول دي بضاعه اول المده، خلال دي البضاعه اللي انت اشتريتها خلال السنه اللي هو في اول المده اللي هي 1/1. خلال دي اللي هو مثلا في 2 في 3 في 5 في 7 اي وقت يعني اللي هي المشتريات خلال المده. طيب اخر اللي هي بضاعه ايه؟ 1/12 المباع اللي انت بعته طول السنه. طيب مثلا انا كان عندي بضاعه اول المده بكام؟ 7000 جنيه. خلال المده جيت مثلا في شهر 5 احتجت بضاعه ثانيه. جبت بضاعه ب 5000. لا انت هتزودني. تمام؟ جبت تمام؟ كان عندي بضاعة أول المدة ب 5000 ولا 7 7. جيت خلال المدة جبت بضاعة بكام؟ 5000. كده أنا البضاعة الموجودة عندي بكام؟ ببص في المخازن. أنتوا فاهمين ولا إيه دول يا شباب؟ فاهمين بأمانة ولا لأ؟ فاهمين؟ الدنيا ماشية معاكم؟ ولا أنا الله فاتح؟ تمام يعني؟ أتمنى إنكم تبقوا فاهمين. في حاجة معايا؟ شكل جاي المكان جاي. طيب اخر مده جيت اخر مده ببص كده في المخزن لقيت عندي بضاعه ب 2000 جنيه. حد كده يقول لي البضاعه بكام؟ ايه؟ حد كده يقول لي البضاعه بكام؟ 10000.
10 عشان تنزل 7000 اتباعوا وبقت دول ال كام؟ 3000 7 اول زادوا ما كان عندي 1000. بضاعه 7000 جنيه خلال المده اشتريت بضاعه 5000 جنيه تبقى انا كده توتال عندي بضاعه بكام؟ 12000 جنيه ببص في المخازن لقيه ببص في المخزن بتاعي يوم 31 لقيت بضاعه ب 2000 جنيه بس يبقى انا كده بعت البضاعه بكام؟ 10000 جنيه طبيعي يعني. السؤال بقى اللي خلاني اقول كل الكلام ده عشان اوصل لك الحته دي ليه بناخد بضاعه اخر المده وبنهمل اول المده؟ اول المده بال 7000 دي فين يا شباب دلوقتي؟ في الأول أو قاعد اتباعت تمام؟ فمش موجوده معايا المتبقي منها كام؟ 2000 جنيه فينفع اخد ال 7000 جنيه دي؟ فهمت كده ليه بضاعه اول المده تهمل؟ كل الكلام ده عشان اقول لك بضاعه اول المده تهمل المعادله دي احفظها اول زائد فلان بتساوي كذا في الواقع هتحتاجها ان شاء الله في التكليف وهتحتاجها في كذا ماده يعني تمام؟ مكمله معاك المعادله دي كده. طيب احنا كده كنا ده كل الكلام ده قلنا ايه؟ قلنا البضاعه في بند البضاعه فقط. طيب اصول متداوله تاني زي ايه يا شباب؟ اوراق القبض مم. اوراق القبض تمام أوراق القبض زي ايه؟ انت دايما تاخد الكلمه دي فاهم يعني ايه؟ طبيعي انا دلوقتي كده لما ابيع بضاعه بعت ازازه الميه دي ب 5 جنيه طبيعي ان انا هاخد ايه؟ قيمتها فلوس. طيب مفيش فلوس هاجي يكتب شيء شيء او باجي انا عايز اخد حاجه من اخر حاجه في ازاي في واحد تاني ممكن توقف لي الفيديو؟ وقف لي بقى كده يا اما حد يمنتج لنا الكلام ده. خلاص لا ده ازاي في الفيديو وقفته؟ ما وقفتوش؟ يا جدع عيب عليك. بعدين بقى تمام. قلت لك احنا وصلنا لحد فين؟ لحد السيستم ده. طبيعي لما ابيع حاجه اخد ايه؟ ابيعها ببلاش فلوس. طب انا لو معيش فلوس شيك او عايز اديله كمبياله. طبعا يعني انواع الارض دي زي كذا حاجه كده تمام؟ كمبياله مثلا باسم كده بس اديله ايه؟ او هاخد ايه؟ احصل ايه منه؟ كمبياله. الكمبياله دي من الاصول عندي. الكمبياله دي اصول متداوله. يعني حد ما كانش معاه فلوس فاداني ايه؟ كمبياله. فالكمبياله دي من الاصول المتداوله. احنا كده خدنا البضاعه يعني اوراق الارض دي فلوس. تمام؟ طيب خدنا بضاعه خدنا ايه؟ اوراق الارض. في ايه تاني؟ اصول متداوله. خزينه. طيب نقديه في حاجتين. نقديه فين ونقديه فين؟ نقديه في الخزينه ونقديه في البنك. النقديه في الخزينه والنقديه في البنك دي من الاصول اللي هي يا شباب متداولة. اصول متداوله. فلوس انا كله في الخزينه بتاعتي بدخل فلوس اطلع منها فلوس بدخل فلوس اطلع منها فلوس في البنك وهكذا يعني في البنك كل يوم اعمل شيك او احصل شيك. تمام؟ فاهمين؟ بجد كله نعم. طيب النقديه طبعا فين؟ في الخزينه ونقديه في البنك. ايه تاني؟ احنا قلنا أوراق مالية. قلنا الخزينه في أوراق مالية. ايه؟ مدينون. مدينون طبعا كلكم بتسمعوا كلمة المدينون. المدينون دول ناس ليا ليهم ناس ليا ايه عندهم فلوس ليهم عندي فلوس ولا ليا عندهم فلوس؟ ها؟ ايه؟ انا اللي ليه انا اللي ليا عندهم فلوس. ناس ليا عندهم فلوس. كويس. لحد ما خلصت تانية كنت بتلخبط ما بين المدينون والله. حتى لا الموضوع انا كنت بتلخبط ما جدا بينهم. تمام؟ فالمدينون ناس ليا عندهم فلوس. تمام؟ احنا كده قلنا كام حاجة؟ بضاعة، أوراق، خزينة، مدينون. في حاجة تانية؟ أوراق مالية. أوراق مالية. في بقى بند تاني كده هنقصدها ايه؟ هنقصدها مدينة أخرى. زي ايه؟ بص هنقصدها مدينة أخرى دي زي حاجتين. كان صف مقدم وياخدوا ساعة.
مصفوف مقدم. هنعكس كمان شويه في الفصول. كنت طبعا في الضياع. طيب مصروف مقدم زي ايه؟ مقدار أجور مرتبات. تمام. طيب يعني ايه اصل المصروف مقدم؟ يعني أدفع حاجة دفعت لك حاجه بس لسه ما خدتش الخير. جميل جدا. دفعت لك الحاجه بس لسه ما خدتش الايه؟ لسه ما استفدتش بيها. تمام؟ يعني مثلا انا دلوقتي كده باجي محل بكام؟ ب 1000 جنيه في الشهر. جيت يوم 1/1 باجي محل مثلا من عم عبده ب 1000 جنيه. جيت يوم 1/1 وقلت له يا عم عبده انا هدي لك 5-6 شهور لقدام عشان ما تقعدش تصدعني وكل شويه تجي لي عند البيت وتقول لي ايه انا عايز الفلوس والكلام ده كله يعمل لي زي. فجيت يوم 1/1 واديته كام؟ اديته 6 شهور. تمام؟ انا دلوقتي كده ال6 شهور دول هل انا استفدت بيهم؟ لسه. فممكن في اي وقت ان انا ايه؟ اخدهم. فدي اصول ليا. دلوقتي ايه؟ مصروف مقدم زي ايه؟ زي الايجار مثلا والاجور مرتبات كل كلام. تمام؟ مصروف مقدم. طب الايراد المستحق يعني ايه؟ انا بقى اللي برضه لسه ما خدتش الخير. عملت لك خدمه وما بس لسه ما حصلتش خدتش ثمنها. الثمن. تمام؟ طيب طبعا الايراد المستحق يقول لك مثلا الايراد او يعمل ايه؟ هيأجر حاجة. عادي ايجار مثلا. فالمهم اي ايراد مستحق دي من ضمن الايه؟ الامثله الذين قلت. تمام كده؟ كده احنا خلصنا مع بعض الاصول الثابته والاصول المتداوله. فاضل لنا حاجه واحده في الاصول ودي مش بتجيبها قوي بس هي مهمه جدا. مهمه جدا 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 بالإيجاب يعني. لكن في الماده عندك هنا في ماده او في اللي انت هتمتحنه مش مهمه قوي. اسمها ايه؟ اسمها في الاصول غير ملموسه. ملموسه. تمام؟ طيب الاصول الغير ملموسه. الاصول دي هي الاصول ايه؟ الكلمه المعنويه هي الاصول ما بشوفهاش. طب زي ايه؟ شهرة المكان. ممكن تقول زي كده؟ العلامه الدوليه. زي ايه العلامه؟ مثلا كويس جدا. طيب اي حاجه العلامه الدوليه. والعلامه دي طبعا لو دخلت لكم فيها موضوع جامد جدا جدا ومهم قوي. وعلى فكره انتوا ممكن تعملوا علامه وتسجلوها عادي جدا جدا مش مكلفه. علامه زي ايه؟ اي حاجه. سامسونج. اديداس مثلا. جت في بالك ايه؟ نايك. سامسونج. ابل. تفاح المقطوع. فانت ممكن تعمل علامه عادي وتسجلها باسمك. تمام؟ الموضوع ده بيتسجل طبعا في وزاره القانون كلام كده كتير قوي. طيب فالاصول هي ملموسه ايه؟ زي شهره المحل والعلامه وايه؟ ومراد الاختراع. كده انا هكتفي بكده في الاصول. في حد عنده مشكله في الكلام اللي انا قلته ده؟ لا. اعيد تاني. لو قلت لك ايه هي الاصول؟ الاقتصاديه التي تمتلكها المنشاه تتوقع الاستفاده منها في المستقبل. المستقبل. تمام. الاصول الثابته بهدف اعاده بيعها؟ بهدف استخدامها في مزاوله النشاط. وطبعا انا قلت لك زي ايه الاصول الثابته. طيب والاصول المتداوله والاصول دي انا بجيبها عشان ايه؟ عشان احقق منها فلوس وسهل انها تتسيل تجيب لي السيوله يعني فلوس في مده اقل من ايه؟ من سنه. وطبعا قلت لك زي ايه؟ الكلام اللي قلته بضاعه مديون الناس اللي يعملوا فلوس مش ليهم عن فلوس. تمام كده؟ والاصول هي ملموسه قلت لك زي ايه؟ تمام؟ كده انا خلصت الاصول وندخل في الفصول. طيب بس في ملاحظات على الاصول مهمه جدا قبل ما ادخل في الاصول. الملاحظات هي طبعا كل الاصول دي يا شباب كل الاصول ليها اهلاك. يعني الاصول الثابته ليها اهلاك. عادة بند واحد هو اللي ملوش اهلاك. لا تستهلك. بس في اراضي بتستهلك لكن مش هقول لك ايه هي. تمام؟ الأراضي الزراعية. بتستهلك؟ لا اهلاك؟ لا اهلاك. لو الأراضي الزراعية لما تكون بتستخدمها كزراعة وبعد كده بتبوظ والدنيا دي.
مجلات حرب الزراعة بص، بس ساعتها كده الأراضي اللي لها علاج اللي هي بتكون إيه؟ بتكون في مواضع خطر، بس هي كل الكلام ده مش عليك يعني، اللي هي بتبقى مواضع الزلازل والبراكين والكلام ده كله، فبتبقى مخصص لها إهلاك، تمام؟ بس إحنا عندنا جميع الأصول تستهلك على تمام. طيب هناخد ملحوظة ثانية، إن مثلا هل ممكن الأصل الثابت ده يبقى متداول؟ ايوه لما إزاي؟ كل حاجه بتقلب فيها كويس. ان يكون حاجه تكون فيها ممكن الاصل الثابت ده يقول لك ايه؟ قامت مثلا منشاه مهند بشراء اساس. قامت منشاه مهند لتجاره الاساس بشراء اساس بمبلغ 30,000 جنيه، فان تبويب هذا الاصل يصنف متداول. اصل ثابت، اصل متداول، اصول لا شيء من الظلام. متداول. اصل متداول. هي شركة بيع أصلا للأساس. لان اصلا شركه مهند دي هي بتتاجر في الاساس، هي بتتاجر في الاصل الثابت ده، تمام؟ عايده تاني لما اقول لك مثلا قامت، انا هقول لك جملتين امسح. حد عايز يسأل حاجه؟ طبعا ما هو متصور يا عمرو. تمام؟ بص نكتب هنا الحاجه دي. ما انا عايز اقول له يجيب موبايل تاني يسجل. ايه؟ هي الصورة واضحة بس ممكن يكون الصوت مش باين. يعني عايزين حتى موبايل يسجل جنبه. حط موبايل جنبه يسجل. حتى هنا فكرني بأيام جميلة والله. لما اقول لك انا مثلا، لما اقول لك الجمله الاولى قامت منشأة مهند لتجارة الأساس بشراء أساس بمبلغ أي مبلغ 50,000 فإن تبويب هذا الأصل أو تصنيف. يقول لك بقى إيه؟ أصل ثابت، أصل متجاوز. قامت منشأة مهند هيعمل في حد تاني نفسه مهند. مش عارف كيف حسيت هو منشأة مهند بشراء أساس بمبلغ 50,000 فإن تمويل وصل يصنف. الجملة الأولى لو كتب الجملة الأولى هتقول له أصل إيه؟ طب ليه قلت له أصل متداول؟ عشان منشأة مهند دي أصلا البضاعة بتاعتها اللي داخلة وطالعة الأساس. كل يوم بتجيب أساس تحطه في المعاد بتاعتها، تاني يوم تبقى باعته، مش جايباه عشان تستخدمه. يعني مش جايبه الأساس ده عشان تستخدمه، تمام؟ تمام. طيب تبقى الجملة الأولى دي أصل إيه؟ أصل متداول. طب لما أقول لك قوم منشأة مهند مش على أساس مبلغ 50,000 جنيه. هل هنا قال لك إن منشأة مهند دي أصلا شغالة في الأساس؟ تبقى أصل ثابت. الحتة دي دايما أو معظم الوقت بيجي لك في الامتحان، خلي بالك منها. تمام كده؟ طيب احنا كده قلنا كام ملحوظة على الأصول؟ 2. الملحوظة الأولى كانت إيه؟ تمام. الملحوظة الثانية اللي تخلي بالك من النقطة دي. طب الملحوظة الثالثة ودي مهمة جدا 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 جدا. الأصول اللي احنا خدناها دي اللي هي الأصول الثابتة، الأصول المتداولة، الأصول اللي هي ملموسة، طبيعتها إيه؟ الأصول طبيعتها مدينة،
يعني لما بتزيد مدينة. بتكون مدينة. مكانها فين في القيد؟ هي طبيعتها ايه؟ مدينة. يعني بيقول لك مكانها بتزيد في المدينة. طيب لما بتزيد سهم كده لفوق واصل اصل لما يزيد مدينة. مدينة. طيب لما يقل دائم. يعني ايه؟ الأصول طبيعتها مدينة. لما بتزيد بتكون مدينة. لما بتقل بتكون دائمة. طيب لما بتزيد من حساب ولا ايه حساب؟ من حساب. من حساب. لأن كل قيد أي قيد في الدنيا قيد مزدوج. ليه طرف ليه؟ مدينة مدينة ودائم. ودائم. لما بتزيد أحطها تحت فوق من حساب. أبقى من حساب. من حساب الأصل باسمه. طب ولما تقل؟ يبقى إلى حساب. زي ما قلت لك القيد يكون مزدوج من حساب وإلى حساب. إلى حساب. تمام؟ طبعا الأصول قلت لك بتزيد فين؟ بتزيد فين؟ بتزيد في المدينة. في المدينة. يعني هنا ولا هنا؟ لا، فوق. فوق. بتزيد فوق. بتزيد فين؟ مدين. وتقل فين؟ ده مدين وده ايه؟ من حساب يعني مدين. إلى حساب؟ دائم. طيب كده انت فهمت ان الاصول طب ايه اللي يزود الاصول وايه اللي يقللها؟ ها؟ ايه اللي يزود الاصول؟ ايه اللي يزود الاصول؟ البيع صح؟ الشراء. تمام. انا لما اشتري اكيد الاصول هتزيد. انا اللي يزود الاصول اللي يقللها طبيعي. تمام؟ كل الاصول نلحظها بقى بعد كده كل الاصول تكتب باسمها. يعني آلات اكتبها من حساب المشتري. لما اقول لك مثلا قامت المنشأة بشراء آلات اقول له من حساب المشتريات. حساب الآلات. طيب قامت المنشأة بشراء اساس. اساس. قامت المنشأة بشراء مثلا بضاعة. اشتريت. اشمعنى؟ جميع الاصول تكتب باسمها عدا اصل واحد فقط البضاعة. لما اشتريت بتبقى اسمه ايه؟ اشتريت. لما باع؟ مبيعات. تمام. تمام جدا. تاخد مثال على الكلام ده؟ قامت المنشأة بشراء اساس مبلغ 30,000 جنيه. قامت المنشأة قامت المنشأة بشراء أنا معنى على أساس إيه؟ أساس بمبلغ 30,000 جنيه. عايز كده يومي كده يومي لازم نتكلم من حساب الاساس الى من حساب الأساس لحساب الإيه؟ انت ما كتبتش ولا خزينه ولا بنك ولا ايه؟ يبقى خزين. طالما ما حددلكش هو دفع إزاي تبقى خزينة. لو أنا قامت المنشأة بالشراء أساس مثلا مبلغ 30,000 جنيه سنة تبقى كده إيه؟ خزينة. طيب لو أنا قامت المنشأة بشراء أساس بمبلغ 30,000 جنيه من محلات التقوى. من حساب الأساس. طب ليه قلت هنا؟ عشان هو حدد لي. طب لو حدد لك اسم الدائن أو اسم البائع أو اسم المشتري اللي جاب منه تبقى إيه؟ تبقى دائنون. دائنون بين قوسين محلات التقوى. يعني أول دول شباب هتبقى إيه؟ لو قال لك قامت المنشأة بشراء أساس مبلغ 30,000 جنيه من حساب الأساس وحساب الخزينة. قامت المنشأة بشراء أساس مبلغ 30,000 جنيه من محلات التقوى. من حساب الأساس إلى حساب الدائنون بين قوسين كده أو ممكن لك محلات تقوى على طول بس الأفضل عشان إيه لو لقيت الدائنون ما تلخبطش يعني محلات التقوى.